الدستورية الإخوان المسلمين أنتم تتبعونها. هذا السؤال ولا حكم؟ سؤال. هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. احنا ما نتبع أحد. احنا كحركة دستورية نمارس عمل سياسي داخل الكويت. تقول أنتم فكريا تنتمون إلى تيار إسلامي عريض. أنا أقول لك بالفعل ننتمي إلى تيار إسلامي عريض ممتد في العالم كله، لا هو في مصر ولا في غير مصر. لكن احنا لما نأتي نمارس عمل برلماني أو عمل نقابي احنا ما ننتمي إلا للكويت. حتى احنا كأشخاص لما تتقاطع مصلحة البلد مع أي مصلحة أخرى نطق المصلحة الأخرى عرض الحائط. احنا مؤتمنين على هذا البلد. انتماءكم للحزب ولا للدولة؟ انتمائنا للحزب أو للدولة هو إلى الآن ما أصبح في حزب. احنا اليوم انتماءكم للدستورية لحدث ولا للدولة؟ أصغرها لك. هو الحركة اسمها الحركة الدستورية، يعني ملتزمة في الدستور الكويتي، الحركة الدستورية الإسلامية. فهو ما في تعارض، هذه خطوط متوازية. أنت يعني كثير من الناس يسألك نفس السؤال، يقول لك انتم يا هذا يا هذا. يقول لك أيضا التيار الليبرالي انتماء للبلد وللمرجعية الليبرالية الفكرية الموجودة في العالم كله. التيارات اليسارية اللي سقطت الآن كانت في السابق مرجعيتها للبلد ولا لينين وستالين ولا؟ أنا أقول لا. طب الكتل والحركات اللي موجودة بالمجلس فكريا عمليا تتبع خارج البلد ولا للبلد؟ أنا أعتقد كل الموجودين يتبعون البلد بالأمانة، يعني حتى يكون ما نبالغ في الأمر. إحنا عند الكويت خلاص تنتهي كل الخطوط، تنتهي كل الامتدادات وتنتهي كل الانتماءات. دكتور ذكرت أنت يعني أي تصريح لوزير إذا لم يعتذر ثم يستجوب. ما رأيك دكتور بكثرة الاستجوابات اللي تحدث في مجلسنا هذا؟ أنا أعتقد هاي سببت نوع من الملل السياسي في الكويت والتأفف. وأنا أعتقد أن كلام سمو الأمير اللي قاله للكتل كلام حقيقي دستوري وفي مكانه. هو قال أنا ما أعترض على الاستجواب، لكن في أدوات قبل الاستجواب، في سؤال برلماني، في لجنة تحقيق، في استجواب، والاستجواب في توصيات وفي طرح ثقة. أنا أقول هالكلام هذا هو الكلام الدستوري. أنت شنو هدفنا إحنا دكتور؟ إحنا هدفنا نصلح الخطأ ولا نسقط رأس وزير؟ نصلح الخطأ. بس هذا مو موجود للأسف في كثير من الأحيان. هل تعلم دكتور أن الحركة الدستورية آخر من وقع طلب طرح الثقة في استجواب أحمد العبد الله اللي إحنا مقدمينه، وقلنا للحكومة وللنواب، قلنا إذا ما اقتنعتم في طرح الثقة إحنا لن نقدر نجي الصبح نحط 6 أسماء طرح ثقة اللي هم أعضاء حدث، وناخذ 4 ونطرح الثقة وينهار على المنصة الوزير قبل ما يجاوب ولا إجابة. إحنا آخر من وقع طلب طرح الثقة لما تكونت القناعة. إذا كان هذا الشعور موجود عند كل النواب ما يصبح الاستجواب يعني بسبب هالرعب للوزراء. يطلع الوزير على المنصة يثبت عنده التجاوزات هذه ويقول بكل صراحة يا جماعة هذه أخطائي، أنا عندكم 3 شهور 4 شهور أصلحها. لكن لا، إحنا أصبح عندنا هدف عند كثير من النواب، إذا ما طيحته أنا خسرت، أنا ما كسبت شعبيا، أنا ما كسبت انتخابيا، أنا ما أحوزت خصومي. هذا انحراف في الممارسة. اليوم الشارع الكويتي راح يحاسب أيضا هالنواب، مثل ما كان يدعم النواب في الوقوف ضد الفساد، راح يبدأ يحاسب النواب اللي يتعسفون في الأدوات الدستورية حتى أصابوا الناس بالملل والكره للعمل السياسي. دكتور أنت كاره العمل السياسي لدرجة أنك ترحب دائما بالحل. صحيح. أنا يعني السؤال اللي سألته هل تؤيد الحل؟ قلت إن كان الحل رأى سمو الأمير أن الحل في الحل فأهلا بالحل. لكن في نفس الوقت قلت الحل الحقيقي أن نصحح ممارساتنا. يعني لو نحل هالمجلس هذا مجلس 25 الأخير وأتى مجلس ال5 دوائر بتشكيلة أيضا فيها كثير من التأزيم السياسي، أنا أعتقد الحل أن الشارع الكويتي يوصل رسالة أن إحنا ما نبحث عن بطولات إعلامية، إحنا نبحث عن إصلاح. إن كان هذا يتم بالسؤال يجب أن يوجه سؤال، إن كان يتم بالتحقيق يجب أن يكون تحقيق، إن كان يتم بالاستجواب كمرحلة متأخرة يجب أن يحدث في الاستجواب. أنا عندي اعتراضات على نورية الصبيح، وقلت له يوم من الأيام أنت رايحة بطريق الاستجواب، لكن لما اتفقنا على التهدئة قابلناها وأعطيناها ملاحظاتنا. وقلت للإخوان اللي قدموا الاستجواب قلت إحنا معكم كحق،
لكن احنا الآن في وضع نعتقد أنه يجب أن تهدى الساحة أكثر ويعطى كل وزير. ذكرت بطولات إعلامية لبعض النواب، كثيرين اللي مجلس الأمة يبحثون عن البطولات الإعلامية. أنا أعتقد في من يبحث عن بطولة إعلامية، طبعا مو عيب أنك تبحث عن تسجل نقاط لصالحك سياسيا، لكن لن تجاوز الحقائق ولن تجاوز إلى ظلم أطراف الأخرى ولن تجاوز إلى محاولة إثبات اتهامات حتى لو ما كانت في اتهامات. ايش رايك بدا سمو رئيس مجلس الوزراء ناصر محمد؟ أنا أعتقد أن كثير ينتقدون الشيخ ناصر محمد، يقولون شخصية ضعيفة ما هي قادرة على إدارة الوزارة، يرضخ ضغوط الكتل والصوت العالي. أنا أقول أن الشيخ ناصر محمد أتى في ظروف صعبة أكثر منه وزير أو رئيس وزراء ما يمتلك القدرة على العمل السياسي، وكل شخص آخر لو ما كان الشيخ ناصر محمد انهارت حكومته من زمان وفق عوامل التعرية والتجوية التي يتعرض لها الشيخ ناصر محمد، وعامل الهدم اللي أحيانا تستهدف إسقاط وزارته. من اللي يمارس الأعمال هذه؟ يعني أنا أعتقد في صراع موجود في البلد في بعض أطراف في الأسرة، وبعضهم يعني قوة سياسية أحيانا تدخل الصراع معه كشخص أو كإدارة للحكومة. لكن تسألني عن تقييم الأداء، أنا أعتقد أن في ظل هالظروف اللي عاش فيها الشيخ ناصر محمد، عدم وجود قطاع سياسي قوي، فالرجل متعاون جدا مع مجلس الأمة. لكن احنا ايضا مثل ما نقول متعاون، احنا نطالب التماسك والقوة تجاه الضغوط اللي تمارس احيانا من بعض الكتل اللي دائما تهدد بالمساءلة والاستجواب. في نظرة موجودة اليوم عندنا في الحركة الدستورية، لكن لم ينبني عليها قرار للأمر، ان الشيخ ناصر محمد يرضخ للتكتل الشعبي لما يرفع صوته، وفي التشكيل الوزاري يعطي أذنه وعقله للكتلة العمل الوطني، حتى قيل ان الحكومة نصفها شكلها العمل الوطني. أنا أعتقد هالمسلك هذا رأي مبارك دويلة، هذا رأي مطروح عندنا في الحركة. هذا رأي مقتنعين فيه إن التحالف هو اللي شكل الحكومة. إحنا مقتنعين إن كتلة العمل الوطني شكلت أكثر من نصف الحكومة، مع أن وجودها في البرلمان ما يوازي تمثيلها اليوم السياسي. طب لكن الكل يقول لك شنو السبب قوتها ما دام ما يمثل، يمكن ينعدون على الأصابع؟ السؤال هذا يوجه لرئيس الوزراء، يعني هو الأصل أنه يتم تشاور والتمثيل بالتساوي، هذا الأصل، أو أنه يختار نائب واحد كمحلل وبعدين يختار من يشاء. هذا أوجد رسالة سلبية عند بعض النواب، أن تبي تحقق مطالبك إما ترفع صوتك أو تأتي من بوابة كتلة العمل الوطني. لكن احنا ما نقيم مواقفنا حول تمثيلنا في الوزارة أو حول الرضوخ لطلباتنا، احنا نقيم مواقفنا كحركة في مواقف عامة اللي استجاب لها الشيخ ناصر محمد. احنا نعتقد أنه رجل إصلاحي. إذا تسألني عن مواقف أنا أعتقد أنها مهمة وما تمت في غير عهد ناصر محمد. إيقاف منح أراضي الدولة وأملاك الدولة إلى أن ينتهي مجلس الأمة من قانون البي أو تي، هذه النقطة هذه تسجل للشيخ ناصر محمد. قانون أملاك الدولة أنا أعتقد أنه نقلة كبيرة جدا. المتنفذين الذين تعودوا أن يدنوا لدرجة أنت باركت للشعب الكويتي إقرار هذا القانون. نعم، أنا أعتقد أنه نقلة كبيرة. من كانت ثروته قائمة على البوق والحرمنة والمشاريع المزيفة انتهت وفق القانون، وهذا القانون مثل ما يحسب لنا كمجلس هو يحسب رئيس حكومة أيضا تعاون إلى أن وصلنا إلى مثل هذا القانون. فإجمالا أنا ماني مع يعني كثرة النقد والهدم في حكومة ناصر محمد. وأنا أقول للشيخ ناصر محمد نتفق أو نختلف معك، إحنا مؤمنين لك رغبة في الإصلاح وأنك تحقق أمور مهمة جدا، وإن رأيناك مستهدف لقضية الإصلاح اللي أنت تمارسها إحنا راح نقف معك. لكن أيضا كان في تجاوزات لم يفلح في إصلاح السؤال البرلماني أو التحقيق أو الاستجواب، إحنا ممكن نصل إلى أبعد مدى في الحفاظ على مكتسبات هذا البلد. شنو أبعد مدى في الحفاظ؟ المساءلة السياسية، المساءلة قد تكون توجه إلى وزير